بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. الإنجيل النهاردة يا أحبائي بيضع أمامنا صورة لحالة إنسان يعتبر إنسان مشوه، وربما ما ينفعش نقول عليه إن هو إنسان. نتخيل مع بعض إنسان أعمى به شيطان أخرس. طب فاضل فيه إيه؟ إنسان ليس له من صفات الإنسانية سوى جسد بخلايا إنسانية بس، لكن صفة الإنسانية العقل والفهم والإدراك ده ما فيش خالص. طبعا كون انه به شيطان معناه ان هو فاقد الإرادة. فاقد الإرادة يعني بيتصرف تصرفات كلها حمقات وكلها لخبطة. أعمى بمعنى ان هو مش شايف، أخرس مش بيتكلم. طب هو أصل الإنسان المتحضر ان هو بيسمع ويشوف وبعقله بيحلل ويفكر وياخد قرارات ويرتب دنيا ويرتب حياته ويتطور أيضا. لكن ده إنسان يمثل حالة كثيرين، يمثل حالة كثيرين صحيح فيهم العقل لكن ما بيستخدمهوش. الشيطان متسلط عليه، أو الأنانية والذات سحباه بعيد خالص. العقل موجود لكن ليس له أي فاعلية. واحد بيشوف، شايف حاجات كتيرة وشايف عمل الله وشايف أدلة كتيرة تثبت وجود الله، ومع ذلك يقول لك ليس إله، فيش إله. ده لدرجة ان في ناس يقول لك كل واحد هو إله لنفسه. طب فين العقل في كده؟ فين اللي انت شايفه؟ فين الصيف والشتاء والشمس والنهار والليل وترتيب الكون كله والفلك والنباتات والزراعات ونظام الكون كله؟ مين اللي مرتبه ده؟ مين اللي عامل ده؟ الإنسان بيرفض. هو شايف لكن عقله اتسلم للشيطان، فهو أعمى وهو به شيطان وفاقد العقل. في سفر الرؤيا اتكررت كتير: من له أذنان للسمع فليسمع. مش أي سمع، يسمع الحقيقة، يسمع صوت ربنا، يسمع دعوة التوبة، يسمع قد ايه توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. يسمع السمع اللي ياخده ويطلع بيه لقدام لفوق. أحضر إليه أعمى به الشيطان وهو أخرس. وهنا يبين لنا قدرة ربنا يسوع المسيح الإله المتجسد الخالق الذي له سلطان على كل شيء. له سلطان على أنه هو يشفي، له سلطان على الأرواح النجسة، له سلطان على الطبيعة. يقول للأمواج وللبحر اسكت وابكم. معطي الحياة، يقيم الموتى من الموت، يغفر الخطايا. مغفورة لك خطاياك ومغفورة لك خطاياك. يشرع، مكتوب وأما أنا فأقول لكم. طب كل اللي موجودين دول من الفريسيين وإيه دول؟ لهم عقل ولا يعقلون.
لأنهم سلموا عقولهم لعدو الخير وللذات. الذات كانت ضغط عليهم قوي، مش قادرين يشوفوا الحقيقة ولا يسلموا إن هذا هو المسيح. عشان كده نلاقي لما اليهود رفضوا الإيمان به إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، راح بولس الرسول بقى راح للأمم. وزي ما شفنا النهاردة وكل مرة بنشوف يروح ويتكلم في المجامع وفي اليونان وفي روما وفي كل حتة يروح. بعض اليهود اللي موجودين في البلاد دي تنفتح أذهانهم ويستخدموا عقولهم ويأمنوا، يقولوا فعلا دعوة بولس ده صح، وهو ده يسوع المسيح المنتظر. والبعض منهم يقاوم، والبعض منهم مش يقاوموا بس ويبعد، لا، ده يروح عايز بولس وكل اللي مع بولس يسلموهم للولاة والملوك ويحكموهم ويسلموهم للسجون ويسلموهم للجلد وللصلب وللقتل كمان ولو أدى الأمر. كل ده علشان أنا مش سامع غير نفسي. طب النوعية دي موجودة دلوقتي؟ للأسف موجودة لغاية دلوقتي، موجودة. يتقال للإنسان ما تظلمش، ادي لكل واحد حقه، يقول لك ماشي طيب ويماطل، ده لما يكون هو إنسان يعني هادي. لكن غيره يقول لك لا ده حقي أنا. طب تعالى نحتكم لحد، لا أنا عارف الصح إيه والغلط إيه، مش عايز أسمع لصوت حد. تعالى يا فلان اصطلح مع فلان، لا أنا مش عايز حد يتدخل في الموضوع ده، أنا مش عايز صلح، أنا في الوقت المناسب هبقى صالح. تعالى يا فلان، تعالى يا فلان، والدعوة تيجي لكل واحد علشان يصلح من أخطائه، علشان ينفتح عقله، علشان شفتاه تنطق بالحق وبالعدل، علشان بعينيه يشوف الطريق الذي ينبغي أن نسلك فيه. لكن ما فيش، يبقى إذن في البعض ينطبق عليهم صفات هذا الإنسان بتاع النهاردة، أعمى به شيطان وهو أخرس. ولكن لما اتحط قدام المسيح أحضر إليه، جابوه وحطوه قدام المسيح. لما اتحط قدام المسيح الدنيا اتغيرت واتبدلت. يقول لك كده حتى إن الأخرس تكلم وأبصر، شفاه حتى إن الأخرس تكلم وأبصر. هو اللقاء مع المسيح هو اللي قادر وحده أن يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، مش بس أمراضنا الجسدية، بالأولى أمراضنا الروحية، وبالأولى أمراضنا النفسية. النهاردة الواحد يتعب يقعد يدور على الأدوية والدكاترة، وده مش غلط، ده صح إن احنا نلجأ للطب، لأن ربنا أعطى الإنسان عقل وأعطانا الطب عشان نلجأ للأطباء. لكن نودي فين الآية؟ أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة ويصلوا عليه ويدهنوه بالزيت، وصلاة الإمام تشفي المريض وإن كان قد فعل خطية تغفر له. لما يجي كده قدام المسيح ويخضع قدام المسيح، ساعتها ينال الشفاء والبرء، ويبقى يرجع له عقله ويبتدي يروح على الأطباء والطب والأدوية ويشوف الطريق الصحيح اللي ينبغي أن يسلك فيه. يقول لنا كده السيد المسيح: اجعلوا الشجرة جيدة وثمرتها جيدة. كل واحد فينا يا أحبائي اتغرس في المعمودية، وكل واحد فينا اتغرس الغرس الصح، وكل واحد فينا أخذ إمكانيات وعطايا غير محدودة بالروح القدس اللي سكن فينا. الشجرة جيدة، ولكن الثمر هو ده اللي ممكن يكون مش مظبوط. وبعد كده يقول لك من الثمرة تعرف الشجرة.
أنا إنسان مسيحي، جميل، الشجرة كويسة، مسيحي، طب فين الثمار بتاعهم؟ فين الثمار بتاع شعبي يقول الرب؟ فين؟ أنا محتاج أشوف ليرى الناس أعمالكم الحسنة، مش صفاتكم ولا شهادة الميلاد ولا البطاقة مكتوب فيها إيه، ليرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. وأنا أسأل نفسي، هل هي لي ثمار حسنة ولا كل ثماري ردية؟ لساني بينطق بإيه؟ بالصدق ولا بالأكاذيب؟ لساني بيتكلم بالحق ولا بالباطل؟ هل أنا بجلس مع مجلس المستهزئين؟ هل بجد راحتي في اللهو وتضييع الوقت، ولا بجد راحتي فين؟ ما هو من الثمرة تعرف الشجرة. شمعة واحدة تضيء في مكان مظلم هتخلي كل اللي موجودين شايفين بعضهم على الأقل، وهي شمعة ما تجيش 1 على مليون من حجم الغرفة، ولكنها مضيئة، فتلاقي كل الأنظار تتجه للنور. فأسأل نفسي، أنا فين بالضبط موقعي؟ اوعى يكون ينطبق علي، ده أنا بكلم نفسي، ينطبق علي إن مجنون ولا به شيطان وأعمى وأخرس. طب ولو كنت أنا بالوضع ده، أروح قدام المسيح، أطرح كل ضعف فيا قدام المسيح وأقول له يا رب أنت تقدر تنقذني من نفسي، تقدر تنقذني من فكري، تقدر تنقذني من كبريائي، تقدر تنقذني من حب الذات والأنانية، وأن أنا عايز أبقى أنا رقم 1 وأنا في المقدمة باستمرار. دي ربنا كده ينزعها مني كما ينزع السم من واحد اتلغدغ من حية. كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ احنا نعرف نتكلم حلو خالص، ولكن أعمالنا وأفعالنا بتقول لا، دول أشرار، بيقولوا كلام حاجة ويفعلوا أفعال أخرى حاجة تانية. ده المسيح يقول إن كل كلمة باطلة يقولها الناس سوف يعطون عنها جوابا يوم الدين. صعب قوي، كل كلمة باطلة يقولها الناس. الواحد بيطلع كم كلمة باطلة في اليوم؟ تخيلوا الحساب بتاعي هيكون قد ايه في الدينونة قدام ربنا. ده كل كلمة، مش اليوم يعني لا، ده كل كلمة، كلمة إدانة، كلمة نميمة، كلمة شهادة زور، كلمة غير لائقة، نكتة لا تليق ان انا كابن ربنا ان انا اقولها. كل كلمة باطلة يقولها الناس سوف يعطون عنها جوابا يوم الدين. ده انا لو ما قلتش الحق هتجاوب في يوم الدينونة الرهيب، ويقول لي انت قلت في اليوم الفلاني كذا كذا، انت ما اعتذرتش لما اسأت الانسان. هقدر ساعتها اقول قدام ربنا ما هو اصله هو اللي ابتدى وهو اللي غلط الاول؟ ده هيبقى موقف رهيب جدا، هيبقى موقف يعني الواحد يقول للأكامس قطع علينا. الواحد ساعتها احنا هنا بيننا وبين بعض بنقعد ندي تبريرات، سواء ببرر لنفسي او ببرر لحد لما يجي يقول لي انت ايه اللي بتعمله ده؟ اصله وفصله وعملوا فيا وسووا فيا وانا برد لهم وانا شايل جوايا وعملوش فيا. كلام كتير دلوقتي بنقدر نتكلم، لكن يوم الدينونة الرهيب مفيش وقت للكلام خالص. أنا هسمع أخطائي، كل كلمة باطلة
يقولها الناس سوف يعطون عنها جوابا. ليه قلت كلمة شريرة لا تخرج من فمك؟ هرد هقول ايه؟ مفيش، لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. ربنا يعطينا يا أحبائي إن احنا نكون مدققين في حياتنا. ربنا عطاني نعمة العقل، بس أنا بستخدمه ولا ما بستخدمهوش؟ لو ما بستخدمش عقلي صح في الخير وفي الصلاح وفي العبادة، يبقى كأني سلمت عقلي للشيطان، يبقى كأني بدون عقل، لأن الشيطان ياخدني أسير عنده يسجنني. ربنا يعطيني إن أنا أستخدم عقلي، ربنا يعطيني إن أنا أستخدم لساني، ربنا يعطيني إن أنا أستخدم عيني حتى أعرف أتصرف وأنا على الأرض وفي الأبدية، يبقى أقدر أقدم عن نفسي حسابا. وساعتها المسيح يقول لي ادخل إلى فرح سيدك. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد الآبدين، أمين.